حبايب قلبي، معلومة صغيرة خالص يمكن كلنا عارفينها بس كلنا بنتغاضى عنها، وهي الاهتمام. احنا محتاجين نهتم بنفسنا بجد. كل حاجة بنهتم بيها بتبقى أحسن. يعني بصوا، الزرع ده أقل مثال. الزرع ده كان ميت حرفيا، والله فعلا كان ميت، يعني حتى الغصون بتاعته باينة اهي. ولما بدأت اهتم بيه فعلا واسقيه كل يوم ومش عارفة ايه، شايفين طلع بقى منظره عامل ازاي. فبجد الاهتمام، كل حاجة بنهتم بيها في حياتنا بتبقى احسن. جسمنا، شكلنا، شعرنا، صحتنا، اطفالنا، بيتنا. اي حاجة اي حاجة اديها كده، جربي اديها كده جرعة اهتمام ولو بسيطة، هيبقى في فرق شاسع. فحبيت اقول لكم ان بجد نحاول نهتم بكل حاجة، نحاول نعمل كل حاجة في حياتنا بشوية اهتمام. يعني بلاش نعمل الحاجات كده بطريقة عادية، نحاول نهتم بيها وحتى لو حبة صغيرين. تاني حاجة بقى، وهو سؤال: حد يعرف اسم الزرعة دي ايه؟ بصوا، انا الزرعه دي زي ما بقولكوا كانت ميته خالص، وكانت عند جارتي، فانا تنبتها، اسمها ايه، اتبنتها، وقلت ايه اهتم بيها وانا عندي شمس كتير في البلكونه، فاخدتها وبقيت ازقيها. ما عملتش فيها اي حاجه غير ان انا بزقيها كل يوم، فطلعت المنظر ده. حاولت افهم ده ايه، ده ليها ريحه، لا ليها ايه، طيب مش عارفه. عملت سيرش على جوجل، طلع ان هي حاجة اسمها قطيفة نحيلة، حاجة زي كده. والله يعني ما فهمتش حتى اسمها. طب دي بتعمل ايه برضو؟ ما فهمتش. فلو حد عنده معلومة، دي زرعت ايه ولا بتعمل ايه ولا ليها فايدة ايه، ولا دي ملوخية وانا ما اعرفش، يعني يا ريت تقولوا لي وتكتبوا لي في الكومنتات، لان انا بجد مش عارفة. وخايفة تطلع حاجة مضرة وانا ما اعرفش. اما بقى دي ورد، انا عارفة ان هي دي بتطلع ورد الحمد لله، وان شاء الله كده تطلع لنا اي وردة. دي بقى اللي مش عارفة.